نحط عليه الطحينه بتاعتنا. عجيبة والله، أول مرة أشوفها الصراحة. يحطون داخل الخبز آيس كريم، يمكن هذه أغرب أكلة شفتها في حياتي. تخيلوا عجينة داخل آيس كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بمقطع جديد. اليوم في هذا المقطع راح نروح لمطاعم عندهم وجبات أصبحت رائجة في آخر فترة. كيف مصطلحات عربية فخمة. راح نتوجه يا جماعة، حياك الله. راح نتوجه يا جماعة الخير. أول شيء بداية فلقنا عند الطازج، راح ندخل الطازج ونجرب وجبة جديدة عندهم، وهذه الوجبة صارت رائجة في آخر فترة. إذا ما كنت مشترك في القناة انزل تحت واشترك، ولا تنسى برضه كمان تضغط زر اللايك على طريقك إذا حبيت تدعم الآدم اللي قدامك. طبعا الطازج هذا هو قدامنا، وما شاء الله المكان اللي أنا فيه يا جماعة الخير في محاذاة ممشى جميل، ممشى القصوى. طبعا أنا الآن في فرع الطازج القريب من ممشى القصوى وممشى الهجرة. وجتنا الآن يا إخوان في بداية الفلوق هي الطازج. طالعين ناخذ لنا المكان عشان نصور لك، وفكرة حلوة يعني ممكن تصرف ابنك إذا جيت هنا. مسوين لهم ألعاب أطفال، وهذه مجالس العوائل، وفي مجالس شبابية برضو كمان تحت. بالنسبة للوجبة الجديدة تنقسم لقسمين، يعني تقدر تاخذ سندويشة تكة وتقدر تاخذ وجبة سندويش تكة. الفرق بينهم إنه في وجبة سندويش تكة راح يكون معها بطاطس وعصير، أما سندويش تكة سندويشة بس يعني، ممكن إذا تبغى تضيف عليه عصير وكذا. أخذت سندويش تكة يا أخوان، كلفني 15 ريال، أما الوجبة راح تكلفكم في حدود 23 ريال شيء زي كذا. الشيء الإيجابي في هذه الوجبة يعني تحسسك إنك كأنك في أماكن شعبية وشيء زي كذا، وحتى ما استغرب إذا كانت تكة هذه أصلا يعني أكلات آسيوية وكذا، جاية ساخنة كذا مرة حلوة. مع إني متأخر وبدأت التصوير بعد 10 دقائق من يوم أو من وقت ما نزلت لي على الطاولة، وجاني مع كاتشب، يعني شكله عاطفي شوي. كيف هل تشوفون 15 ريال مناسبة لسندويشت ولا؟ مع إضافة معلومة إنه حجمه شوي صغير. وخلونا الحين نتوجه للمكان اللي بعده ونشوف إيش ممكن راح تلقون إذا جيتوا له. وأنا الآن يا إخوان في ممشى الهجرة، وفي ممشى الهجرة راح تلقون أشياء مرة كثيرة. يعني مثلا عندكم هنا مجمع طب أسنان، مستشفيات، محلات برضو كمان يبيعون الملابس يعني بأرخص الأسعار 20 مثلا. وفي محلات مرة كثيرة، منها محلات الحلويات، الأكل، أنواع المطاعم المشهورة، وكلها يعني أو أغلبها مطاعم فخمة، فهمت كيف؟ بديكور كويس ومجالس كويسة، وبرضو كمان أكلات مرة طيبة يعني. ومن بين هذه المحلات والمطاعم قررت إني أصور وأجرب أجدد محل موجود على ممشى الهجرة، هو برجر وهمي. أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الجهاد عن الإنصار، الغيد كياني لا للناس غاوى وليس سواك. هذا المجالس هذا شفتها. ايش الشيء اللي يميزكم يا حبيبي؟ سبيشال وهمي. بالنسبة للوجبات أسعارها يعني بالنسبة للبرجر كذا أسعاره 25 ريال، 34 ريال، 39 ريال، بس الشيء اللي يميزهم هو سبيشال وهم، وسعره 39 ريال. عن الممشى ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني طاعم، شاورما، بيتزا، فيتامين، مايسترو، شاورمر، كلها. شوف هذه بس اللي قدامي، يعني جالس أتكلم عن الشيء اللي قدامي. في البيك، أسواق العثيم، يعني ما شاء الله تنوع. حتى الملابس موجودة 20 زي ما تكلمنا قبل، المراكز الصحية، ومطاعم يعني فخمة زي اللي قدامكم، مرتبة ما شاء الله. فشيء حقه ما شاء الله، حق الزيارة. تقدر تاخذ الشيء اللي طلبته وتنزل على طول على الحديقة وعلى الممشى. يعني الشيء الجميل بين كل هذه المطاعم والأماكن الجميلة راح تلقى برضو كمان ساحة تقدر تجلس فيها وتاكل. عند وهمي، وهذه الوجبة اللي طلبناها سبيشال وهمي، ولا متجهين وداخلين يبي لبن. مكان يا جماعة الخير من الأماكن اللي ما شاء الله تبارك الرحمن طالعت ترند ورائجة في هذه الفترة، فعشان كذا داخلين يا جماعة الخير ونجرب الشيء اللي عنده. هذا في لبن مبارك. مصر أم الدنيا. والله أم الدنيا حبيبي يا غالي. وأنت يا حبيبي مصطفى، بالنسبة للحاجة الجديدة اللي لسه نازلة، الهليب ويحيى. جميل. احنا الحين بنخش في الجديد. الهليب حط عليه قطعة الآيس كريم، تمام؟ كيف ما تحب آيس كريم اللي حضرتك عايزه. طبعا الشيء اللي طلبته يا إخوان في بي لبن، وطبق لهاليبو يحيى هاني كم، وطبق لهاليبو يحيى برضه كمان طعمية كندر.
حياكم الله، نورتوا، مرحبا ومسهلا. بالنسبه لسندوتش الطعميه تمام، نحط عليه الطحينه بتاعتنا، ده اهم حاجه طحينه. طيب اشرح للمتابعين، هذه طعميه ولا ايش السالفه، ولا هي شكل كذا بس؟ ده الطعميه اللي قلت لك عليه، ايس كريم بيستاشيو بحواليه زي ما حضرتك قلت لك البودر اللوتس شايفه كده. حلو. تمام، بيتقدم كده وبيتاكل على طول بالبنات. دوت اسمه سندوتش القليب والطعميه. السلام. ده بالنسبه لهاني قمح بالعسل. وعليه حضرتك نوتيلا، فلازم نحط لك رشه النوتيلا كده عليه. حبيبي ما شاء الله تبارك. الان اخذنا طلبيتنا يا اخوان من وهمي وبي لبن، حبيت انه دام جنب بعض اخذهم مره واحده، وبعدها اتوجه مباشره للحديقه ونجرب الشيء اللي طلبناه. تعالوا معي. طبعا ما يحتاج الممشى قدامنا والجلسات، يعني تاخذ راحتك فل الفل. هذا اللي طلبته من برجر وهمي، وهذا من بي لبن اللي هو الطعميه الهاليبو وغيرها برضه كمان. الايس كريم اللي يجي بالخبز. اول شيء حنخش طبعا بالوهمي، وبعدها بنحلي من بي لبن. هذا برجر وهمي يا اخوان، شوفوا حجمه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بالنسبه للحجم بتاخذون شيء طيب. تخيلوا هذا كله ب 39 ريال. شوفوا حجم يدي مقارنه فيه، يعني شيء ثقيل ما شاء الله. هذا شكل السندويشت وكله لغوص الصوص وما ادري ايش، يعني الله المستعان. انعدمنا يا اخوان، بسم الله. في تنوع ضخم داخل السندويشت، يعني خس وبطاطس واشياء كذا مره كثيره لغوص، وتيجي حاره كمان شيء مره فخم. واللحم برضو كمان، فمره كويس. شكلها كانت بتفشخ وتشرب. هذا غير انه في ذره راح تلقونها كذا، ذره ما شاء الله تبارك الرحمن مع بهارات خاصه فيهم، وبطاطس جنب السندويشت. من اول لقمه حتقعد تخرب كل شيء. وعندنا الان الطعميه حقتهم او الهاليب، كاتبين عليها بي لبن. خلينا نجربه. خبز، طعم خبز ترى ما مزح، ما دخل لسه. عينا يا جماعة الخير، خبز داخله ايس كريم. والله ما توقعت اقولها، بس الخبز نفسه مناسب تحس للايس كريم. يعني مثلا ما يمدينا اخرج هذا الشيء واحطه في صامولي، فهمت؟ ما حيزبط، الطعم حيكون مره خايس. بس الخبز مقدمينه بشكل مناسب حتى يناسب الايس كريم. مقطع يقول لازم تاكلوه بسرعه، وللاسف انا تاخرت اصلا لين اجي وانا اجلس هنا. هذه حقه ايش، انك اول ما تخرج من المحل على طول تجرب كذا. وحتى التغليفه هذه ما سووها الا عشاني، لان قلت لهم انا بمشي. يا سلام. هو مو يا سلام من ناحيه الشكل، لاني عبصت وخبصت سويت كل حاجه، وحتى الايس كريم بدا يذوب. فعشان كذا اهم شيء اذا اخذت هذا النوع من الهاليبو انك تاكله على طول مباشر اول ما تخرج من المحل. شوف بدا ينزل ويغرق. هذه الهبات او زي ما يقولونها في اماكن والمطاعم الرائجه في هذه الفتره ما اشتهرت الا بسبب انهم يقدمون شيء كويس. تجربه كويسه ويمكن اكررها باذن الله اذا توفرت الدراهم. اشوفكم في الفلوقات الجايه ان شاء الله. كان معاكم احمد من قناه نسمه المدينه. في امان الله.